خرابي على الاجتهاد يا جدعان، خرابي على الاجتهاد بجد. 3 فيديوهات ورا بعض كده ليكويد، فاهم؟ جابوا اجلي. تابعني من زمان عارف ان ده انجاز غريب يعني. بس يا جماعه عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبصحه وبسلامه. كل سنه وانتم طيبين. انا مش عارف الفيديو ده هينزل بعد العيد ولا هينزل في رمضان ولا هينزل في ايه، بس اكيد كيميس رمضان، لان احنا في اخر رمضان دلوقتي وانا بصور الفيديو ده، فاحنا في اخر رمضان. لاين الليكويد اللي معانا النهارده هو لاين مميز جدا. اللاين ده من وجهة نظري لا يستهدف الجين زي تماما، هو لاين بيستهدف الناس الاولد سكول جدا. وانا كراجل اولد سكول جدا، اللاين ده بالنسبه لي من اكتر اللاينات اللي انا تمسكت وانا بجرب. اقصد بتمسكت دي ان انا يعني عارف اللي هو ايه، مسكت في حاجه مش عارف بقى يعني عايز بقى خلاص نصور بقى، خلاص انت جربت كتير، لا مش عاجبني يعني. انا عمال اسحب 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 لدرجه ان في ازازه منهم انا تقريبا خلصت 3/4. هتشوف قدام يعني. اللاين اللي معانا النهارده هو لاين جوستو. قبل ما نبدا ونخش في الموضوع، بس عايز ابعت لهم رساله شكر صغيره على هذا البوكس الشيك الجميل الرائع كل حاجه. راجل مفكر والله. بص الحكمه، بص الحكمه، والله راجل حكيم جدا. كمالة الشياكه ان هو من جوه مكتوب عليه ثقه متزنه وتاثير ثابت. كلمه قويه، كلمة قوية فعلا يعني. أشكرهم جدا على هذا البوكس الشيك. أتمنى من اللاين ده إن هو يبقى ليه مستقبل باهر فعلا من كل قلبي، وهتفهم أكتر ليه في الفيديو ده. لكن خلينا نخش في اللي يهمك. سيبك بقى من الكلام الستار ريفيورز دول. وكعادتنا هنجيب التي 200 بتاع جيج فيب. المود ده يا جماعة يعني عتال، ده عتال الشغل بتاعي، ده عتال اللي أنا بجرب بيه. الراجل بيستحمل الليك بدرجة كبيرة، فأنا باجي عليه شوية بصراحة. فهو الراجل كفر معايا يعني. شايفين أصلا منظوره عامل إزاي. كالعادة برضه هنجيب الدريبر الهاكو فينا اللي تعب معانا برضه. الراجل ده برضه معانا الفترة الأخيرة، معانا والله. دي مش كل الفليفرز بتاعت اللاين، في فليفر او 2 تقريبا هم اللي ناقصين، منهم الجرين ابل ده اللي انا فاكره. لكن ده شيء مش مهم قوي، هتفهم ليه في الفيديو برضه. نغير الويك عادي جدا ونغسل الدريبر كده ونبدا على نظافه ونبدا. اول فليفر معانا هو التوباكو باتر هيزل نت، توباكو زبده بندق. للمعلومه كده بنقولها لك من دلوقتي، اخر الفيديو اهم من اوله بكتير. حاول تكملوا للاخر. التوباكو باتر هيزل نت ده انا جربته فتره مش قصيره يعني. وانا برضه على فكره خدت الليكويد ده في اوتنج المطورين برضه. انا برضه ما خدتش حاجه سبيشال عشان الناس اللي بتفتكر ان اللي انا خدته يعني مش هيبقى موجود عند الناس. مش شرط، مفيش حاجه سبيشال في الموضوع يعني. فانا بجرب زي اي حد كان هيروح يشتري من المطورين. مفيش حاجه سبيشال خالص في الموضوع. توباكو هيزل نت انا ليا معاه تجربه طويله شويه، مش قوي بس جربته حبه حلوين يعني. وحقيقي الفليفر ده فكرني بايام قديمه كده انا بحبها يعني. وده طبعا هينطبق على اغلب الفليفرز في اللاين ده. خد بالك اللاين ده عامه بيرجع لك الشكل القديم من الفيب، جولد ايرا قبل البودات والحاجات دي. التباكو فيه مش خشن قوي، مش حاجه قاسيه يعني. البتر فيه مش لاذع قوي يعني. نقول مثلا ان التوباكو واخد 60% والبتر واخد 20%. والهيزل نت انت هتحسه في الافتر تيست بتاع الفليفر، او انت بتكسهيل هتحس ان في هيزل نت واضح نسبة 30% مثلا. ماي تيست للذوق انا الشخصي هو رائع، لان التوباكو اللي محطوط فيه مش خشن، نعم مش مزعج يعني، او مش مزعج يعني، بس بالنسبه لذوقي هو مش قفيل قوي. عارف ان في ناس ما بتحبش الحاجات الدسمه او البتر الدسم، فانا بقول لك ان ده لا، انت ممكن تشربه عادي. ميكس لطيف حلو جدا. ريكومندد جدا اول داي فيبنج. ريكومندد عامه انك تجربه، حقيقة هتتبسط بيه. ومش من الفليفرز اللي بتزهق بسهوله، لان نسبه السكر فيه حتى مش عاليه يعني. نسبه السكر فيه اولموست البيرفكت بالنسبه لي يعني. اكتر من كده هبدا اجزع، فهو ده تمام بالنسبه لي. اكتر من كده السنه كان هيبقى مسكر زياده بالنسبه لي. خد بالك عشان اللاين ده في كتير انا هقترحه، ففي احسن يعني، في احسن جاي. بس هو كفليفر لوحده لا، هو جميل جدا، انصحك انك تجربه وهايلي ريكومند. نخش على الفليفر اللي بعده. خد بالك هو برضو مش عامل توباكو بس، في فواكه في الموضوع زي ما انا قلت في اول الفيديو. ونخش في الستروبري من ليمون، فراوله ليمون نعناع. خد بالك اللاين ده ليه سيجنتشر يعني، ما بيعملش حاجه زي اغلب اللاينات يعني. مش هتلاقي فليفر انت شفته كتير، لا يعني هتلاقي دايما في اضافه. في العادي هتلاقي ان ده ليمون نعناع، لكن لا، ده مختلف شويه. انا اول ما شفت الفليفر ده توقعت ان اكيد الغالب فيه الليمون والنعناع، لكن الحقيقه الليمون انا شايف ان هو هنت فيه بس جاي من بعيد. اقرب وصف ليه بالظبط شفت الترايدنت الفراوله، بالظبط هي بالظبط ترايدنت فراوله. فراوله واضحه فيه بشكل البان مش شكل اورجانيك. والنعناع بيديك افتر تيست كده مش منعش. خد بالك مش هيديك احساس ايس، لا هو نعناع، طعم نعناع. والليمون اللي في الافتر تيست ده كسره مخليني مش حاسس بسكر خالص تقريبا، لذوق انا على الاقل. نسبه السكر فيه موزونه جدا بالنسبه لنا. هل اول داي فيبنج بالنسبه لذوق انا الشخصي؟ لا يعني. انا ممكن الازازه دي اجي اشرب منها 30 مللي، طبعا لو الازازه دي في منها 30 مللي ام تي ال هشربها عادي جدا 30 مللي كلها ومش هزهق. 60 مللي كتير شويه تو ماي تيست،
لكن هي حلوه للامانه. والافتر تيست الليمون ده اختراع شويه، لان هي كسره السكر اللي فيه، مفيش مراره خالص بتاعت الليمون. زي ما قلت لك هي تشبه بترايدنت فراوله، بس في هنت ليمون في الافتر تيست كده بيكسر السكر، بس دي وظيفته بالنسبه لي يعني. اي حد بيحب اللبان وكده هايلي ريكومندد. ولو انت عايز تجربه قبل ما تجيبه يعني، روح هات لك لبان، روح هات لك لبان فراوله ترايدنت، هيبقى نفس الطعم بالظبط يعني. ونخش على الفليفر اللي بعده بعد ما نغير الويك وننضف الدنيا، وهو البيري ووتر ميلون، توت بطيخ. يعني اعتقد من منظوري برضو انا ما شفتش الفليفر ده كتير يعني. برضو ايه زي ما قلت لك، في بصمه في اللاين ده، مش هتلاقي حاجه انت شفتها كتير، حاجه مختلفه دايما. خد بالك الاختلاف يا بيظبط يا بيشيع، يعني مفيش ولا واحد شيع في كل دول. في تجربتي انا التوت هو اللي غالب فيه شويه. طعم التوت فيه مش اورجانيك قوي يعني، مش هتحس فيه بمراره او حاجه، لا هتحس ان هو توت غالب شويه، بس مش بشكل اورجانيك قوي. مع بطيخ نسبه السكر فيه برضو متوسطه جدا، مش سكر عالي خالص. جميل. اول داي فيبنج تو ماي تيست برضو ممكن 30 مللي عادي. بس هو اقلهم مقارنه ببقيه اللاين يعني. هو كفليفر قوي، مش بقول لك كفليفر مقارنه باللاين كامل، لا هو هيبقى اقلهم يعني. انا بقولها لك من دلوقتي يعني. بس هو عامة لطيف جدا، انا عاجبني بصراحه يعني. ممكن كل فتره كده لو انا مثلا زهقت من التبكات وبتاع، ممكن اجيب منه ازاز 30 مللي، هتبسط بيها جدا يعني، هكسر بيها وهبقى مبسوط بيها. لان نوادر لما بلاقي فواكه مش مسكره اوفر يعني. نغير الويك تاني عشان سيجنتشر الحقيقي والبصمه الحقيقيه بتاعت اللاين ده، وهي التوباكو رافاييلو. نقول ان هي الخلطه بتاعت اللاين ده السيكريت الخلطه بتاعته. وانا اول مره تقريبا امسك فليفر، مش مخبوزات مش تبكوهات مش فواكه، هو الثلاثه كوصف تقريبا. هو توباكو مع بندق مع جوز هند مع بسكوت يعني. اعتقد فاهم ميكس مش هتشوف حته. زي ما قلت لك ده سيجنتشر او الحاجه اللي بيتميز بيها اللاين ده، اكتر حاجه الناس بتطلبها او اكتر حاجه الناس بتشوفها مميزه في اللاين ده، لان هي جديده. الليفر ده عمل امباكت لما الناس جربته، او كان ليه رد فعل عالي، وانا متفاهم ده جدا. هو يستاهل، هو جميل بصراحه، هو جميل. ايه اكتر حاجه هتحسها فيه؟ التوباكو والبسكوت، وفي المكسرات جايه من بعيد هي والجوز هند. تحسهم كلهم يعني في الافتر تيست بالذات انت بتحس بان في بندق. نفس الكلام التوباكو فيه مش خشن خالص، البسكوت فيه ظاهر جدا، والهنت بتاع الجوز هند والمكسرات دي جايه من ورا كده. جميل جدا، ميكس رائع جديد، ما اعتقدش انك جربته قبل كده. في اضافه جديده في الموضوع، مش حاجه انت جربتها كتير تراديشنال يعني. اعتقد ان هو هيبقى مناسب لاغلب الاذواق يعني. انت ايا كان انت بتحب ايه هتلاقي نوع من الانواع اللي انت بتحبه في الشيء ده. لو انت بتحب البسكوت فالبسكوت فيه واضح ناعم، تحس ان هو فانيليا شويه. لو انت بتحب التوباكو فالتوباكو فيه ظاهر جدا مش خشن قوي. لو انت بتحب المكسرات والجوز الهند ماشي، مش هيبقى افضل اختيار ليك، الا انه موجود وهتلاقيه في الافتر تيست بتاع الفليفر. هو مناسب لاغلب الاذواق صراحه، جميل جدا يعني. نخش بقى على الفليفر اللي بعده بعد ما نغير الويك. والفليفر اللي بعده ده بقى سهل جدا انك تحكم عليه، لانه فانيليا كاستر توباكو، VCT، اشهر بتاعه رايب فيبس. احنا هنقارنها بيها طبعا طبيعي، والحقيقه انها مختلفه شويه، اقل تسكير، وتش حاجه حلوه بالنسبه لي وافضل بالنسبه لي اصلا. كاسترد اقل شويه، كاسترد فيها مش لاذع قوي، هادي. هي مسكره خد بالك يعني، مش بقول لك ان هي اقل سكر اذا هي قليله خالص يعني، لا في نسبه سكر واضحه في الموضوع. بس هي مش VCT بالمعنى اللي انت فاكره يعني احنا لو هنقارنها بالVCT الرايب فيبس هقول لك ان هي شبهها لحد ما، بس مش قوي، لانها حلوه لوحدها يعني انا لو جربتها بعيدا عن المقارنه فهي جميله جدا. بس هل هي شبه الVCT قوي؟ شويه، مش قوي، بس حلوه جدا. ريكومندد. اقترح انك تجربها جدا يعني. و60 مللي كمان يعني، 30 مللي مش شرط، لا انت ممكن تودي في ال 60 مللي على طول، هي جميله جدا بصراحه. لو انت شخص بتحب الحاجات الخشنه اوفر يعني ابعد عنها، لان هي مسكره شويه فممكن تزهقك مع الوقت يعني. ونخش على الفليفر اللي بعده برضو، واحنا برضو ما بعدناش قوي، لان دي بقى الرافاييلو من غير التوباكو. نفس الفكره، هي بس من غير توباكو بقى. بسكوت وجوز هند وبندق من غير التوباكو بقى. الحقيقه ان انا برضو يعني بالنسبه لي التوباكو احسن كده كده. عارفين انا راجل بحب التوباكو جدا يعني. تجربتي معاها مش طويله قوي للامان، لان انا يعني اتشديت من توباكو رافاييلو. الرافاييلو لوحدها جميله وكل حاجه، بس التوباكو رافاييلو شدتني اكتر بصراحه. خد بالك ده مش شرط يحصل معاك انت، ممكن بالنسبه لك التوباكو مش من هواك قوي يعني، مش ذوقك قوي يعني، فما يجيش معاك قوي زي يعني. لكن ميكس الرافاييلو ده في حد ذاته لوحده فعلا حلو قوي. وانا حقيقي مش عارف اصنف الفليفر ده يعني مخبوزات ولا كريمات ولا بندق ولا مكسرات ولا ايه، بس هو حلو بصراحه. هي اضافه جديده وحلوه للسوق المحلي عامه، حاجه جديده. احنا من نوادر ما بنشوف حاجه جديده دلوقتي.
وحقيقي جميله. اللي هتلاقي غالب فيها غالبا هو البسكوت. البسكوت هو اللي طاغي في الحاله دي. بسكوت ناعم، تحس ان هو فيه فانيليا شويه. ستيل المكسرات والجوز الهند هتلاقيهم في الافتر تيست بتاع الطعم مش لاذعين قوي. فلو انا هصنفها يعني هصنفها مخبوزات صراحه. يعني هي كمخبوزات رائعه. نسبه السكر فيها متوسطه برضو، مش اوفر. زي ما قلت لك هي فيها المكسرات والجوز الهند بيجوا افتر تيست كده من بعيد. سبيشالي الجوز الهند يعني هتحسه من بعيد قوي، بيكسر الطعم شويه بس. تحس ان هو سويت اند ساور كده. ريكومندد جدا بقى يعني ده بقى ريكومندد جدا. هو والتوباكو رافايلو طبعا ريكومندد جدا تو ماي تيست لذوقي انا الشخصي. توباكو رافايلو احلى اول داي، لكن دي برضو اول داي يعني برضو هي ستيل دي جميله اول داي عادي. لو انا هختار ما بين الاثنين يعني انت هتحط لي الاثنين مش محتاج اختار بينهم، التوباكو رافايلو. بس رافايلو الوحيده برضو جميله جدا، هايلي ريكومندد. لو انت مش من محبين التوباكو قوي بتحس ان هو خشن زياده او بيقفلك كده، رافايلو الوحيده جميله جدا، انصحك بشده. بس خليك عارف ان هي اللي غالب فيها البسكوت اكتر من اي حاجه تانيه. خش بقى على الفليفر اللي بعده بعد ما ننضف ونعمل كل حاجه، وهو التوباكو باتر. توباكو زبده بس بدون اي لعب بقى وبدون اي اضافات جديده. يعني تقريبا الحاجه الوحيده اللي انت هتشوفها هنا يعني انت ممكن تكون جربتها كتير. الفرق الرئيسي هنا ان البتر فيه ظاهر جدا وطاغي بنسبه كبيره عن التوباكو باتر بندق. التوباكو باتر بندق اللي احنا جربناها في الاول فيها يعني مش مراره بس فيها خشونه شويه عن دي البتر فيها واضح. مع التوباكو نقول 50 50 جميله جدا برضو كتوباكو باتر. مش هقول لك ان هي احسن توباكو باتر جربتها في حياتي، بس هي جميله حلوه. يعني هي مميزه في حاجه بس معينه، ان انا اغلب التوباكو باتر اللي انا بجربه بيبقى دسم زياده او تقيل زياده، البتر فيه طاغي قوي. لا دي موزونه شويه زي ما قلت لك هي 50 50 ما بينهم. فدي يعني انا اميل ان انا لو هجيب توباكو باتر اجيبها من لاين جوستو عشان البتر فيه مش طاغي زياده، معقول شويه. ما باخدش بفين واحس ان انا كده، لا يعني تمام جميل. ودي ريكومندد قوي على فكره على التنكات يعني اكتر من البودات. اعتقد البودات هتظهر البتر خصوصا الاكس ليمون والحاجات دي هتظهر البتر اكتر زياده شويه، او هتحس ان هو مسكر زياده شويه. لا هو مش مسكر زياده شويه على التنكات. كنت جربتها على الكاليبرن برضو كانت جميله جدا يعني. ونخش على الفليفر اللي بعده بعد ما نغير الويك. والفليفر اللي بعده هو مانجو كوكونات. اصل ما ينفعش نعمل مانجا عادي كده، لازم نضيف السيجنتشر بصمه بتاعت جوستو. جوستو ما يعملش حاجه كده عاديه، لازم يعمل لك حاجه مختلفه. هاويفر ده اكتر فليفر فيهم انا مش شايفه مختلف قوي. ان من تجربتي انا بصراحه على التنكات وعلى البودات انا يعني ما حسيتش بالجوز الهند قوي بصراحه. جاي من بعيد قوي. المانجا دي سيمي اورجانيك، تحس ان هي نص طبيعيه ونص بونبوني شويه. فيها ميزه قويه جدا ان هي مانجا مش مسكره قوي. يبدو ان حته انها مش مسكره قوي دي عيب، بس انا هقول لك وجهه نظر. انت لو هتجيب ازازه دي 60 مللي طعمها اورجانيك ومسكر قوي مستحيل تخلصها، هتحس ان انت قرفت من حياتك. المانجا تقريبا اكتر فليفر انا شفته بيزهق، حتى الناس اللي بتحب الفواكه بيزهقوا من المانجا دي هنت الكوكونات اللي جاي من بعيد ده مع نسبه التسكير الهاديه يعني مخليني قادر اشربها عادي. يعني انا ممكن اشرب منها، مش هقول لك برضو 30 مللي. انا انتي مانجا. انا اي مانجا بالنسبه لي بتزهقني، بتكرهني في الفيب اصلا، فاهم؟ انا عايز ابيع الفيب بعدها. بس لو انت من محبين الفواكه 30 مللي جرب واحده 30 مللي منها. اعتقد ان الاغلبيه حتى اللي محبين المانجا، حتى اللي بيحبوا الحاجه طعمها اورجانيك جدا مناسبه. مش هتضايقه، مش هتحس ان انت زهقت بسرعه. فهي جميله بس مش انيفيتيف قوي يعني، ما فيهاش ابداع قوي، ما فيهاش حاجه جديده قوي. ريكومندد اكتر للبودات في وجهه نظري. يعني بقى هنعمل سكيب للفليفر اللي بعده، لان الفليفر اللي بعده هو اللي احنا جربناه، التوباكو رافاييلو. وده جاي غلط يعني، ما كان الفليفر اللي كنا المفروض نجربه الجديد. بس سكيبه ونخش على اللي بعده، عشان اللي بعده هو التوباكو نتس. بص هو توباكو نتس غير معتاد. اغلب التوباكو نتس اللي انت جربتهم غالبا بتبقى خشنه زياده. التوباكو نتس دي بقى مش هتحس انها خشنه زياده. ليه؟ لان اللي ظهر فيها اكتر المكسرات فيها طاغيه، مسكره بشكل كبير. اعتقد ان انت ما جربتش توباكو نتس مسكره بهذا الشكل قبل كده. مش بقول ان هي سكرها زياده هيزهقك، لا، بس فيها نسبه سكر عاليه مقارنه باغلب التوباكو نتس اللي انت جربتها الخشنه القفيله قوي. دي مش خشنه مش قفيله، هتحس بطعم المكسرات كلها. يعني انت احتمال تجرب تحس بطعم البندق والكاجو يعني هتحس بمكسرات كتير في الموضوع. مميزه مش هتجربها كتير. التوباكو في اللاين عامه كله ما عدا الاخر فليفر هو واحد تقريبا نفس نوع التوباكو اللي مش خشن قوي مش قفيل قوي، موزونه بشكل كبير. يعني التوباكو فيه مش غالب، المكسرات فيها مش غالبه، بس قول ان هي كده دي جديده. يعني انا اعتقد اغلب اللاينات اللي انا بجربها بحس التوباكو فيها هو اللي قفيل او مش قفيل، ظاهر اكتر طاغي على المكسرات، فتحس ان هو قافل قوي. لا هي دي انت هتحس بالمكسرات جدا في الموضوع. لو انت بتحب التوباكو مكسرات عامه ريكومندد برضو.
بس لو انت بتحب التوباكو مكسرات عشان هي قفيله قوي، يعني ما بتحبش فيها السكر، فهات منها ازازه 30 مللي جربها اول، عشان احنا مش ضامنين، لان هي برضه زي ما قلت لك هتلاقيها مسكره مقارنه باغلب التوباكو اللي انت جربتها قبل كده. ولسه معانا اخر فليفرين، ودول الاقرب الى قلبي طبعا. اول واحد فيهم وهو التريبيكا، والتريبيكا دي بقى قريبه بنسبه كبيره من التريبيكا البريميوم اللي احنا بنجربها العادي. توباكو فانيليا كراميل، بس مش توباكو فانيليا كراميل مسكر خالص. انت لما بتقول الوصف ده لحد بيتخيل ان هي فيها سكر كتير، لا، التوباكو غالب فيها شويه، لكن الفانيليا والكراميل انت هتحسهم. يعني ما بقولكش ان هو غالب فمش لا، هتحس الفانيليا والكراميل جدا. هو ميكس رايق قوي بصراحه، ميكس رايق بجد، لطيف جدا يعني. ده بقى ريكومندد بود وتانك وكل حاجه يعني. هي فعلا قريبه بنسبه كبيره من البريميوم، مش بقول لك انها ايدنتيكال واحده اكيد، بس قريبه بنسبه كبيره. السكر بتاعها موزون جدا، التوباكو فيها مش طاغي زياده فقافل، ولا هو قليل شويه فتحس ان الكراميل والفانيليا مسكرين. بص، هي طبخه مظبوطه يعني من وجهه نظري. طبخه التريبيكا انا من اكتر اللاينات اللي جربت فيها التريبيكا مظبوطه، ما فيهاش اي عك يعني، ما فيهاش اي حاجه غالبه على التانية او مش مظبوطه قوي او مضايقاني، لا، دي مظبوطه قوي بصراحه. وده تاني اكتر فليفر عاجبني في اللاين ده. طبعا هتقول لي مين الاول؟ ده طبعا هيودينا لاخر فليفر معانا، وده بقى اكتر فليفر انا بشربه وما قدرتش اسيبه بصراحه. غير الوك التانك بتاعي كاملا عشان ده انا بشربه على المستوى الشخصي ومبسوط معاه جدا، وهو فليفر المارلبورو. بص، انا مش قادر اوصف لك الفليفر ده، يعني ما عنديش ادنى فكره ازاي اوصفه لك. بس انا بالنسبه لي هو ميكس توباكوهات كتير توباكو مع سيجار مع، يعني في ميكس كده من الحاجات رائعه بصراحه. الناس اللي بتحب الحاجات الخشنه، لاين زمان انا كنت بجربه، مش هينفع اقول اسمه اكيد يعني في الفيديو، بس ايه، بيسالوني في الدي ام وانا اقول له، كان بيعمل فليفر شبه ده جدا. انا كنت مهووس بالفليفر ده، فانا مبسوط جدا ان انا جربت الفليفر ده فعلا. انا مش قادر اسيبه، ده غالبا انا هثبت عليه لفتره طويله جدا. ميكس التوباكو مع السيجار مع سنه فانيليا كده، او ما اعرفش فيها فانيليا ولا لا، لان هو خشن الى حد كبير بس راعه بصراحه، ومش قفيل. حط في دماغك ان هو مش فليفر قفيل، هتحس ان هو خشن زياده خالص، بالعكس. وبرغم ان الفليفر ده انا شايفه افضل فليفر فيهم واكتر فليفر انا ممكن اثبت عليه، اكتر فليفر ممكن ما يجتمعش عليه الناس. هو ليه ناس معينه، يعني ناس معينه اللي ممكن تحبه. يعني التريبيكا هتلاقي اغلبيه اعلى بتحبه، التوباكو رافايلو هتلاقي ناس اكتر ممكن تحبه، التوباكو ناس ممكن تلاقي مجموعه اكبر تحبه. المارلبورو ده ليه ناسه شويه، حاجه كده اللي هو ايه، دماغ قوي. مش بقول ان انا دماغ، انا تافه عادي، بس يعني بقول لك ان هو ممكن لذوقك انت تحس ان هو قفيل زياده. بالنسبه لي ده بيرفكت، السكر بتاعه بيرفكت، ميكس التوباكو اللي محطوط نضيف وبيرفكت، مش معدوم السكر، في نسبه من الكريمه او الفانيليا سنه كده، ما اعرفش هي مضافه ولا لا بصراحه، بس يعني في حاجه جايه من ورا كده كسره شويه السيجار اللي فيه ده. ده بيرفكت بأمانة. هايلي ريكومندد فعلا بقى لكل الانواع، بود خصوصا الحاجات اللي بتظهر التوباكو اكتر شويه من الفواكه. تنكات ده كده كده يعني، ده كده كده، وسولت كمان، لان اللاين عمل من الفليفرز كلها سولت، عشان الناس اللي محتاجه تستخدم السولت يبقى في من نفس الفليفرز دي سولت نيكوتين تقدر تستخدم منه، تقدر تجرب منه اي فليفر بنفس الطعم لكن سولت. مارلبورو بجد يعني، الناس اللي بتستخدم سولت صح هتحب الفليفر ده قوي. ده طبعا هيخليني اقول لك ان ايه، خد بالك السولت ما تستخدموش الا لو انت محتاجه فعلا، ما تعكش يعني. السولت ليه ناسه، انت ايه، انت راجل مدخن شره جدا مش عارف تبطل خالص، جربت الفري بيز 12 او 9 او وما جاش معاك سكه، حاولت بكل الطرق وبتنتكس وبترجع للسجاير، هات سولت ساعتها. لكن لو ينفع انك ما تجيبش سولت، يفضل تخليك على الفري بيز. بس انا بكلمك لو انت مضطر تجيب سولت، ايوه اغلب الفليفرز تنفع سولت جدا يعني بصراحه. بس مارلبورو ده بالذات يعني كيفة، او الناس اللي بتحتاج السولت فعلا، مارلبورو بالنسبه لهم اختيار رائع جدا. شكرا جدا، كملت الفيديو للاخر، اتمنى ما كنتش طولت عليك زياده عن اللازم. احنا كده غطينا 90% من الفليفرز تقريبا بتاعت جوستو، ممكن فليفر او اتنين زي ما قلت لك اللي ما جوش، لكن هو السيجنتشر او الحته اللي هو بيلعب فيها قوي جدا هي التوباكو، والسيجنتشر الحقيقي بقى هو الرافايلو، دي الطبخه السريه بتاعته يعني. انا كان هاممني جدا ان انا اصور التوباكو. الفواكه جميله ايوه، بس مناسب اكتر للناس الاولد سكول زي ما قلت، اللي مش عايزين حاجه مسكره اوفر، اللي مش عايزين حاجه تجزعهم مع الاستخدام. وكتميز هي مميزه وحلوه، بس ممكن تقابل زيها او احسن منها على حسب ذوقك. لكن التوباكو فيه فعلا مميز، وانصح جدا انك تجرب التوباكوهات فيه بالذات. وانا هحط لك برضو
ترتيبي للفليفرز من وجهة نظري على الشمال الشاشة او يمينها، مش عارف يعني على حسب تيجي معاك فين، ده طبعا طبقا لوجهة نظري الشخصية. في الاذواق طبيعي جدا في الحاجات دي. زي ما قلت لك اكتر فليفر عجبني هو اكتر فليفر اعتقد من وجهة نظري ان ممكن ناس كتير تختلف عليه، ناس كتير ممكن تشوفه خشن زيادة، بس عشان برضو وضحت النقطة دي، اكتر فليفر ممكن الناس تتفق عليه هم اللي ما بعد المرتبه الاولى، يعني ما بعد المرتبه الاولى من التوجهات دي غالبا في ناس كتير قوي تتفق عليه، فجربها هي اول لو انت مش من الناس اللي بتحب الحاجات الفاشن الزياده شويه. هي حقيقه تجربه جديده في عالم الليكود المصري تستحق انك تمر بيها او تجربها. ولو انا عندي تعليق وحيد على هذا اللاين، ان انا اعتقد من تجربتي انا ان انا حاسس ان النيكوتين بتاعه محتاج يتظبط سنة عن كده، يعني انا ما بحسش بالنيكوتين باز بتاعته سريعا، سبيشال ان انا جربته في رمضان، فيعني عارف انت التجربه بيور قوي، انت موضوع حس النيكوتين في رمضان بالذات انت بتعرفه بسرعه، لو ما جربتوش بعد الفطار وكفيت على وشك موت يبقى انت كده النيكوتين بتاعه مش مظبوط قوي. يعني لو هنصح نصيحه، محتاج بس الفري بيز يزيد بس، او مش يزيد، يتظبط شويه النيكوتين بتاعه، لان انا من تجربتي هو مش موصلنيش للحته اللي هو ده ب 100% مظبوط كنيكوتين يعني. وخد بالك عشان ما نقعدش ندعي المثاليه، اغلب اللاينات المصري كده، فدي حاجه عاديه يعني. فانا بطلب بس من اللاين حاجتين: الثبات على هذه الجوده دي انا ما بقابلهاش تقريبا في اللاين المصري الا فين وفين، وبس النيكوتين يزيد او يتظبط سنه يعني. بعمل لي فولو على الانستجرام وفيسبوك، هتلاقي محتوى مخصص لهذه الاماكن، وزي ما انت شايف يوتيوب قاتل للريتش، فاحنا بنحاول نقومه تاني، فعشان لو حتى نزل فيديو تبقى انت عارف ان في فيديو نزل يعني، وتتابع معانا اخر المعطيات يعني. بسمع رايك في الفيديو طبعا في الكومنتس تحت، وشكرا جدا مره تانية وسلام. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.